السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في اخر اخبار عظمه في الدنيا. في البدايه كده نحب ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم ويمتعنا ويمتعهم ان احنا نشوف نصرهم ده بعينينا باذن الله ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. تاني حاجه نحب ندعي للوزير السابق الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس نادي الاهلي، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه، لان حالته حرجه والناس كتير عماله تقول ادعوا له والكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى يقومه بالسلامه ويرجعه لحبايبه والاهله ان شاء الله سليم باذن الله. اخش معاك بعد كده بقى، تعالى بقى نضحك شويه. انا عارف ان هو مش مود ضحك، بس تعالى نضحك شويه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك النادي الاهلي داخل في مفاوضات جاده مع مروان حمدي. زي ما انت سمعت، كولر مقتنع بيه. كولر مش عايز صلاح محسن وعايز مروان حمدي. طب هو حضرتك، ما هو كولر ده كان مقتنع بموديست خدنا منه ايه؟ يعني اداره النادي الاهلي لو كملت في المفاوضات دي تبقى غلطانه. ما هو الراجل ده ورانا عينه بينه، جاب لنا موديست خدنا من امه ايه؟ ولا حاجه. هو بياخد بالدولار ومكلف الخزنه قد كده. فمروان حمدي كمان، مروان حمدي اللي تف على جمهور فريقه وموقوف دلوقتي، بيقول لك احسن مهاجم في مصر وعايزه باي ثمن، وصلاح محسن مش عايزه. يعني صلاح محسن مش عايزه وعايز مروان حمدي. اللي بيقول لك واقف في الصفقه بقى ان هم خايفين من رد فعل جماهير النادي الاهلي، ان انت ازاي هتجيب لاعب من النادي المصري، وخايفين من الجماهير والكلام ده. خافوا والله، خافوا، ايوه خافوا، ما تجيبوهوش. والله العظيم انا لا، احنا كائن المروان ده ما يصلحش لكره القدم. احنا الحمد لله يعني مروان محسن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ويكرمه يا رب ويوفقه مطرح ما هو قاعد، لكن كائن المروان ده سبحان الله يا عم ما بينفعش في تيشيرت النادي الاهلي. كائن المروان ده بيلبس تيشيرت النادي الاهلي، والله لو هالاند بره بيجي معانا مع الشعار ده ما بيشتغلش. فاحنا كائن المروان مش عايزين نشوف النادي الاهلي تاني بعد اذنكم يعني. خافوا من الجماهير، احنا مش هنقبل بالصفقه دي. انا واحد اتكلم عن نفسي، انا مش هقبل بالصفقه دي ان مروان حمدي اشوفه في النادي الاهلي. يعني حته مستواه حاجه وحته النادي اللي جاي منه حاجه ثانيه. هو لحد دلوقتي هي زي ما بيقول لك ايه، جس نبض والكلام ده، لكن انا لقيت ناس كتير بتردد الكلام ده فحبيت اعرفك يعني. نخش بعد كده، ما سبحان الله جه توقف الدوري بوجع القلب. نرجع لقصه المعلم علي معلول. علي معلول عملت لك في الفيديو اللي فات ان هو مقموص وزعلان والكلام ده كله من حته ان هو لسه فاضل له عقده ينتهي بنهايه الموسم والنادي الاهلي ما جددلوش، وحته النادي الاهلي داخل في مفاوضات مع احمد فتوح ومحمد حمدي. طيب الاخر الاخبار بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان معلول تجديد النادي الاهلي دي مشترط بمحمد حمدي. دلوقتي فتوح بيبعد شويه لان فتوح بدا يلعب الموضوع لصالحه، بدا يساوم نادي الزمالك شويه، طب ادوني فلوسي واجدد، طب مش عارف ايه، طب انا بيدور على نادي في السعوديه، بيدور على الامارات، فبدا فتوح بيلعبها لاعلى سعر. قلب الموضوع مزاد للي ايه يحصل على خدماته. فالنادي الاهلي لما لاحظ كده راح بدا ايه، لا انت كده في ميزه في النادي الاهلي ان انت جاي بتبقى عايز النادي الاهلي، انت عايز تلبس التيشيرت ده، فلو انت في دماغك اي حاجه ثانيه لا بايه بتاخد سكه. ففتوح حاليا بدا يلعب الموضوع لصالحه، فبدا النادي الاهلي ايه، لا ما بقاش في اولوياته، الاولوياته دلوقتي محمد حمدي. محمد حمدي بقى دلوقتي هو الشغل الشاغل لامير توفيق. في حين توقيع محمد حمدي والنادي الاهلي قدر يحصل على خدماته، علي معلول ممكن في نهايه تلاقيه بيرحل او كبيره اخر الموسم، لان علي معلول رافض انه يقعد احتياطي لاي حد. تاني حاجه محمد حمدي السنه اللي فاتت هو محمد حمدي لسه ما جالش البيراميدز، عقده اللي فات قبل ما ينتهي مع بيراميدز عرض نفسه على النادي الاهلي، قال لهم بس انا مش هاجي اقعد، لو انا هاجي العب اوكي، انما علي معلول اهو جددوا له وهيقعد يبقى انا مش جاي. فنفس القصه دلوقتي محمد حمدي مضى او النادي الاهلي خلص فيه، تعرف ان علي معلول كده ايه مشي. محمد حمدي النادي الاهلي ما قدرش يحصل على خدماته وعلي معلول هيتجدد له ويكمل. فهم دلوقتي الموضوع مرتبط بصفقه محمد حمدي. محمد حمدي قال لهم انا اجي العب، وعلي معلول بيقول انا مش هقعد دكه لحد. فلو محمد حمدي سمعت خبر مني او من اي حد تاني ان محمد حمدي خلص مع النادي الاهلي، تعرف كده اوتوماتيك ان علي معلول ماشي. فتوح لا بدا يربع شويه لان هو بدا يلعب الموضوع بقى حته في اعلى سعر، رغم ان كابتن حسام غالي طالب بيقول لك نجيب لي اثنين. طب اجيب لي اثنين ازاي؟ يعملوا لك مشكله، يعملوا لك تربنه في الحته دي. حتى لما يجي عمر كمال حته اليمين دي برده متوقع ان هيبقى فيها وجع دماغ، لكن ما نسبقش الاحداث. اخش معاك بعد كده على صفقه المدافع اللي النادي الاهلي برده محتاج مساك ونتكلم عنه. بدايه كده ما فيهاش احمد حجازي. احمد حجازي طالب مرتب كبير قوي بالدولار والكلام ده كده، فالنادي الاهلي ايه لا صرف نظر عن فكره احمد حجازي بسبب المرتب الكبير. انما مين اللي معاه مفاوضات جاده حاليا؟ اسامه جلال. هو عايزين حد فرده تقيله تلعب جنب محمد عبد المنعم ويبقى لسه سنه صغير وتبني عليه، فاسامه جلال هو النادي الاهلي بيفاوضه بشده.
نخش معاك بعد كده بقى زي ما ظهرت لك عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال هو فاضل في عقده 6 شهور، ففيوتشر حابب يستفيد منه قبل ما يمشي. يقول لك بدل ما استنى للصيف ويروح للنادي الاهلي ببلاش، لا انا امشيه في يناير ادي للنادي الاهلي يستفيد منه وانا كمان استفيد. فطالبين مقابل مادي بسيط على جمله ال6 شهور اللي باين له، مع ان هم ياخدوا صلاح محسن وكريستو اعاره. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ادام انتوا دول، احنا كل التقارير اللي خارجه والناس بتتكلم ان صلاح محسن وكريستو مش في دماغ كولر خالص، فبيقول لك خلاص اخد كريستو و صلاح محسن اعاره ومبلغ مالي بسيط على جمله ال6 شهور اللي باقيين لعمر كمال ويجي لك في يناير. فلسه الموضوع هنشوف ايه اللي هترسى عليه الايام الجايه، رغم ان انا حته صلاح محسن وكريستو ما اعتقدش هيقبلوا بالاعاره ويقول لك يا تخلينا يا تبيعنا بيع نهائي زي فكره عمار حمدي. فانا شايف كده لا العمليه بتفك، وكولر ما تفهمش بقى دماغه بقى فيها ايه. هو دلوقتي بقى شاغل نفسه بعد ما فرح بمنصب مدير الكره اللي بقى في حجره وكل صلاحياته، دلوقتي هو مش مركز في الكوره خالص. الفرقه بتفك. ايه مروان حمدي اللي انت عايزه ومش عايز صلاح محسن؟ ايه موديست اللي عاجبك ده وكان في واحد عنده 28 سنه اصغر منه كان معروض عليك؟ فانا مش فاهم بقى الراجل ده هل بيخربها قبل ما يمشي؟ مش عاجبه؟ اتغر؟ مش فاهم. بس عشان ما اطولش عليك، دي الاخبار اللي كانت معانا النهارده. انا اللي شجعني، يعني مش شجعني، اللي خلاني حبيت اعمل فيديو فكره مروان حمدي ده، لقيت كله بيردد الكلام ومفاوضات. لا يا جدعان، اداره النادي الاهلي بيقول لك كشه من فكره خايفين من رد الجماهير. انا عن نفسي لا، مش قابل الراجل ده، والله ما قابله. يعني امام عاشور واحد برضو ايه في الاخر عصر على نفسه ليمونه وقبله وبتاع علشان الولد حابب يجي النادي الاهلي، وبيقول لك هو اصلا اهلاوي من البدايه. فالواحد بلع القصه وكمنه حابب يلبس شيرت النادي الاهلي وحابب جمهور النادي الاهلي، فالواحد عداه. انما مروان حمدي ده دافع على جماهيره، فلا لا. عموما ما نسبقش الاحداث ونشوف ايه اللي هيحصل الايام الجايه، وطبعا هيبقى مع بعض كده اول باول لو في برضه اخبار جديده. اشوفكم على خير، السلام عليكم. مروان حمدي لا.